السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي وأصحابي أصحاب القناة ومشاهدينا الكرام، أتمنى تكونوا بخير وصحة وسلام. عامة النهاردة جايبالكم الطريقة التحفة الرائعة جدا جدا لتخزين النعناع الأخضر بدون فريزر وبدون تلاجة لأطول فترة ممكنة. الفترة دي ممكن تتراوح عندك لشهر بدون ما احطه في التلاجة وبدون فريزر يا جماعة، لأن أنا عايزة احتفظ بيه أخضر كده ومورق و... و... وشكله جميل كده وريحته عطرة، والفكرة هتعجبكم جدا جدا بإذن الله إن شاء الله. بصوا يا جماعة، الفكرة بكل بساطة فكرة سهلة جدا وبسيطة جدا، جاتني من ان انا بحب النعناع الاخضر في الشاي جدا، وبحب ريحته وهو اخضر اكتر من هو مجفف او ناشف. فما لقيتش فكرة ان انا احتفظ بيها بالنعناع بلونه الاخضر المورق ده، غير ان انا احطه في المطبخ في كوباية زجاجية مليانة مية. بصوا يا جماعة، لقيت النعناع سبحان الله فكرة غريبة جدا، لقيته ان هو بيفضل فترة ممكن تتراوح لشهر عندك وهو مورق واخضر ولونه زاهي وبنفس الريحة وبنفس الطعم. فعجبتني جدا الفكرة، وسبحان الله يعني اللي بيدور على حاجة بيلاقيها يعني. فبصوا كده، كل ما عليك انك انت بس يا جماعه حطوا في الكوبايه. معلش انا دودي ده بيساعدني في كل حاجه وايده بايدي في كل حاجه، فجاي يطمن طبعا انا بعمل ايه يعني. فتحطيه في الكوبايه يا جماعه. بصوا يا جماعه، دي حاطاه والله بقاله حوالي 6 ايام، والله او 5 ايام، ما اكونش كدابه عليكم، حوالي 5 ايام. بصوا شكله يا جماعه وريحته ونفس اللون والخضار، ريحة تحفة تحفة وخلابة، هيبهركم فعلا يعني. اولا لونه تحفة في المطبخ وريحته كمان تحفة، وتحسي نفسك كده انك انت قاعدة في الحديقة يعني، فانت حاطاه في الكوباية وشكل الكوباية الازاز حلو قوي. فاتمنى تجربوا الفكره دي. بس كل ما عليك انك انت مثلا يا جماعه كل يوم كده او كل يومين اجي مغيره الميه، بس انا حاطاه في كوبايه كبيره، اجي مغيره الميه دي وجايبه ميه نظيفه، لان النعناع بيمتص منها فيتامينات ومكونات كده بتبقى موجوده، او سوائل او فيتامينات زايبه في الميه. فانت طبعا هتمديه بميه جديده عشان ايه يمتص منها. والله انا النعناع عندي طلع ورق وورق، يعني من حطته في الكوبايه طلع ورق صغير، والله سبحان الله يعني حاجه جميله جدا. وكمان في حته كمان هقول لكم عليها يا جماعه، اللي عايز يزرع نعناع الطريقه دي بتساعد النعناع على التشجير، وبتخليه بيطلع جذور. لما انت تروحي تزرعاه في التربه بتلاقيه يطلع اوراق، او سهل ان هو سهل زراعته بعد كده. فزراعه النعناع في المطبخ من اجمل الافكار. يعني ممكن شوي تجيبي بعد اسبوع او حاجه زي كده او 10 ايام، لما ابتدى تلاقيه ابتدى يجف شويه، لان كل الاوراق اللي هي اللي ما فيهاش او كل الفروع اللي ما فيهاش اوراق دي هتلاقيها تطلع ورق صغير. فممكن اجيب شويه تربه واحطه في المطبخ، من ناحيه جاي منها اضاءه او شمس، او ناحيه فيها هواء، لان الزرع كله بيحب الهواء يا جماعه، وهيديكي لون حلو قوي قوي في المطبخ. يبقى انت زرعتيه كده في المطبخ او زرعتيه في المنزل، وفي نفس الوقت خدتي منه يعني اللي استخدمتيه هو طازة، وهو صحي كده، استخدام صحي للنعناع. اتمنى الفكرة تكون عجبتكم، لان فكرة ان شاء الله هتبهركم، وجربوها وهتدعولي. بقول لكم لو وصلتوا لحد هنا يا ريت اللايك والاشتراك لتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد. وأفكارنا في القناة مختلفة عن كل الأفكار في القنوات الأخرى يا جماعة. أنا بجيب لكم كل ما هو جديد، أقسم بالله أنا بدور على كل ما هو جديد، ما بحاولش إن أنا أجيب أفكار دارجة أبدا. عشان انتوا طبعا ما تتفرجوش على حاجة ب1000 مرة، فأنا بدور على كل أفكار جديدة. أتمنى تتابعوني وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد ومفيد وصحي وقيم، وكل ما هو مدبر ليك وبيت